بدي احكي قصة قصيرة للجوادي صارت امامي بمستشفى الولادي. اجوا 3 نسوان بحالة وضع، الاولى غربية مش معروف لها هوية. سألها دكتور العيادي ليش ما بتصرخي ما بتتألمي؟ قالت عارفة جايلي بنت صبية عيونك حلوية اخدودها مش مشي بعد سن 18 شديرة وقانونها بيقلب علي. والثانية خليجية سألها دكتور العيادي ليش ما بتصرخي ما بتتألمي؟ قالت عارفة جاييني صبي يحلم بالدنانير والدولارات، عنده بنايات عمارات عقارات استثمارات يلم الإيجارات، يغازل البنات ويلاحق السكرتيرات، يتباقى بالسيارات، آبار النفط عنده مليانات. وراحت يا دكتور علي عليه والثالثة فلاحة فلسطينية من البواب مبين عليها عصبية. سألها دكتور العيادي ليش هالصرخة القوية؟ قالت له أنا غير كل البشرية، صحيح فقيرة لكن صاحبة قضية، مش قادر لحظة أتصبر، دمي بشراييني متفور، جنيني في بطني يا هل قربت حشوة، جاي على درب التحرير فدائي أسمار، حالف الأقصى يتحرر على جبينه فلسطيني حر، عصدره موشوم بعلامة نصر كلمة الله أكبر.